قديسنا النهاردة اسمه شورى الصبي. تعالوا نعرف قصته سوا. اتولد وعاش قديسنا شورى الصبي في طناي، في بلد اسمها شنشيف في سوهاج، وكان راعي غنم. ووقت ما الوالي إريانوس جه أخميم جابوله الولد شورى ده وسألوه عن اسمه ومنين. شورى قاله بكل شجاعة أنا مسيحي. الوالي استغرب جدا جرأته وراح طلب منه إن يعبد للآلهة ويرفع لهم البخور عشان ما يتعذبش. لكن شورى رد وهو بيقول أنا ما بعبدش غير ربنا يسوع المسيح، وأي حاجة تحب تعملها فيا اعملها دلوقتي. الوالي راح أمر بتعذيبه بطرق قاسية جدا، بس شورى صبر وشكر ربنا على كل ده. وهو في الزنزانة راح صلى، والملاك ظهر له وقواه وقال له خليك قوي عشان بكرة هتاخد إكليل المجد. وتاني يوم الوالي جاب ساحر يسقي شورى سم، بس لما مد شورى ايده الكوباية اتسرسب منها ووقع على الأرض، ومنه طلعت أفعى راح داسها شورى برجليه. والساحر استغرب جدا وقال الوالي أنا ماليش دعوة، ده إله قوي، أنا ماليش دعوة بيه. فراح الوالي ما كانش عارف يعمل إيه، فما لقاش طريقة يغير بيها رأي شورى، فراح في الآخر أمر بقطع رأسه وتعليقه على جدران قريته عشان الطيور تاكل لحمه. الجند عملوا اللي أمروا بيه الوالي، وبكده شورى نال إكليل الشهادة يوم 10 كياك سنة 20 للشهداء 304 ميلادية. بركة صلوات وشفاعة القديس شورى الصبي تكون مع جميعنا أمين. لو أول مرة تسمع سيرة القديس العظيم شورى الصبي ابعتها لكل الناس، خليهم ياخدوا بركة. وتابع صفحتي واستنوني كل يوم بالليل مع حكاية قديس جديد.